النهاردة مش بنتكلم عن الإدمان اللي بيتاخد في إبرة أو قرص، هنتكلم عن نوع تاني من الإدمان، إدمان شخص أو علاقة أو أذى. النهاردة هنتكلم عن العلاقة التوكسيك، العلاقة اللي بتبدأ بكلام حلو وتنتهي بكلام جارح أو ضرب أو خيانة أو انهيار كامل للروح. ومعاكم إسراء سليمان وحلقة جديدة من برنامج ظل حيطة، وهنسمع فيها قصص حقيقية لبنات وستات فضلوا سنين مربوطين في الحب، بس ما كانش حب، كان سم بطعم الحنية. البداية إنك تقولي لنفسك إنه مش زي أي حد قبله بيهتم بيا بطريقة عمرها ما حصلت لي قبل كده. كل علاقة توكسيك تقريبا بتبدأ بنفس الجملة، بس الحقيقة الاهتمام الزيادة في الأول ممكن يكون علامة خطر، مش دايما حب، ممكن يكون سيطرة متنكرة في هيئة ورد أو هدية، زي ما حصل مع بنت تعرف عليها شاب في الشغل باين عليه مهذب ومحترم وبيحب عيلته. كان بيسمعها وهي بتحكي عن مشاكلها، وكان دايما يقول لها أنا هنسيكي كل اللي فات. وبدأ التعلق والارتباط وبعدها تقدم لها، لكن بعد أول أسبوع بعد الخطوبة بانت أول علامة. كان بيتخانق معاها عشان صورتها على الانستجرام، وبعدين على لبسها، وبعدين على أصحابها، وبعدين بدأ يقفل عليها أبواب حياتها واحدة واحدة. أنا مش بمنعك عشان أتحكم فيكي، أنا بخاف عليكي. بس الحقيقة إنه كان بيخاف يفقد السيطرة عليها. البنت دي بدأت تشك في نفسها، بدأت تحس إن هي الغلط وهي السبب. ده حتى بقى يقول لها أنا اللي فيا وأنا السبب، سامحيني إني بحبك أكتر من اللازم. بس كل مرة بيغلط بيرجع بهدية، برسالة طويلة، باعتذار، بوعود بالتغيير، وبترجع تصدق. لحد ما جه في مرة بعد خناقة شديدة ضربها، لكنه قال لها أنا عمري ما هعمل كده تاني، كنت مضغوط وانت استفزتيني. عارفة، دي كان أول مرة ومش آخر مرة. في مقولة مغلوطة منتشرة جدا بإن كل حاجة هتتصلح بعد الجواز. ناس كتير بتفكر إن الجواز بيصلح اللي قبل كده، لكن الجواز بيزود التعفن. وهنا هحكي أشهر قصة قلبت السوشيال ميديا، شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب. هي العلاقة اللي بدأت بحب وانتهت بمستشفى نفسي وتهديدات ومشاكل والسكك كلها مطبات. في البداية الناس كانت بتقول الله، شيرين لقت حد يحبها ويخاف عليها. بس مع الوقت بدأت علامات التوكسيك تبان، سيطرة على شغلها، ابعادها عن مدير أعمالها، علاقتها المهنية اتأثرت، وبدأت تختفي شيرين الفنانة وتظهر هنا شيرين الست الضعيفة اللي بتبرر كل حاجة. هو فعلا كان بيحبها ولا بيسيطر عليها؟ في تسجيل صوتي سمعناه كلنا شيرين كان بتقول عشان انا تعبانه، يعني انا بحاول امشي جوه الحيط. عرفت الجملة دي كتير مننا قالوها في وسط علاقات توكسيك، كتير مننا قالوها لنفسهم جوه علاقات توكسيك عاشوها بس بصوت واطي أو بصمت. شيرين بكل قوتها وكل شهرتها كل حب الناس ليها وقعت في فخ التلاعب والخوف من الفقد، وكانت النهاية إنها دخلت مصحة نفسية بعد ما تعرضت لانهيار كامل. شكل جسمها اتغير ونفسيتها اتحطمت وشعرها المحلوق. مشهد هز قلوب الكل. بس في الحقيقة في آلاف البنات بيعيشوا نفس الانهيار ده بس بعيد عن الكاميرات. رجعت سامحته بس دي طبيعة العلاقات التوكسيك، دايما فيها رايح جاي، اهانات بتتغطى بكلمة انا اسف، وضربات بتتغلف بانا ما اقدرش اعيش من غيري. لكن في النهاية شيرين فاقت، قررت تستعيد نفسها وتطلع للناس من تاني بعد ما فقدت كل حاجة حتى ثقتها في نفسها. وللأسف رغم كل اللي حصل ورغم الدعم الكبير اللي الناس قدموه ليها، انتشرت أقاويل الشهر اللي فات إنها رجعت من تاني. والمحامي الخاص بيها اللي كان واقف في وش العاصفة أعلن انتهاء دوره القانوني في حياتها. احنا مش بنقول ده عشان نلومها ولا عشان نحكم على اختياراتها، لكن بنقوله عشان نفهم قد ايه العلاقات المؤذية بتسيب أثر بيشدنا نرجع لورا حتى واحنا عارفين وجعها. اللي بيعيش علاقة توكسيك مش ضعيف، لكن اللي بيكون مربوط بحبل، بحبل نفسي مش متشاف بيشده للي كسره بحجة الحب أو الاحتياج أو الخوف من الوحدة. لكن دايما في لحظة بتجيلك كده تقرري ساعتها تفكي الحبل ده وتختاري نفسك. قصة شيرين مش بس قصة فنانة، ده قصة كل واحدة قالت لنفسها هو فعلا بيحبني بس تعبان نفسيا. هو أنا لو مشيت فعلا هيضيع؟ لكن السؤال الحقيقي هو أنا مش بضيع كل يوم وأنا معاه؟ شيرين رفعت صوتها بعد ما سكتت كتير، ولما اتكلمت كان صوتها صوت كل واحدة اتخنقت قررت تنقذ نفسها. والحقيقة هنا النجاة مش ضعف، إنك تمشي من علاقة مؤذية مش قلة أصل، دي نجاة روح وإحياء لنفسك وانتي بتموتي كل يوم. صدقيني لما تخرجي من العلاقة المؤذية هتعرفي انك كنتي بتنزفي وانتي مش واخدة بالك. والنهاردة افتكري دايما في ظل حيطة احنا مش جنبك عشان نقولك كملي، احنا جنبك عشان نقولك انقذي نفسك، لانك تستاهلي تعيشي مش تموتي كل يوم. انا اسراء سليمان، واستنوني في حلقة جديدة
من تل حيدة.